متابعينا الكرام، المشاهد اللي كتشوفوا امامكم على الشاشه اقسم بالله علي العظيم ما هو برنامج كوميدي ولا كاميرا خفيه ولا مسرحيه هزليه. ما تشاهدونه امامكم على الشاشه تماما كما نشر من طرف الاعلام ديال النظام الجزائري، وقال لك اول سياره جزائريه يتم تصنيعها في حظيره الجزائر. نعم متابعينا الكرام، هذه القشواشه اللي كتشوفوا امامكم على الشاشه قال لك سيدي اول سياره جزائريه يتم تصنيعها في حضاره الجزائر. وبطبيعه الحال مشاو جابوا الوزراء وجابوا وسائل الاعلام وجابوا البوصباعي باش يطبل ويصفق لهذه القشواشه اللي كتشوفوا امامكم على الشاشه، وباش كيساليو معاك يقول لك باغيين ينافسوا المغرب في صناعه السيارات. يا ودي فينكم وفين المغرب؟ يا ودي فينكم في صناعه السيارات في المغرب؟ راه واخا تبقاو مليون سنه ما توصلوش داكشي اللي وصل ليه المغرب في تصنيع السيارات. والكارثه عباد الله جايبين لينا هذه القشواشه وحاطينها وقال لك اول سياره جزائريه تصنع في حظيره الجزائر. بطبيعة الحال البوصباعي المستحمر اللي عنده إعاقة ذهنية وإعاقة في التفكير غادي يتسيق هادشي، غادي يشوف هادشي وغادي يطبل وغادي يغيط، وغادي يشوف الوزير راكب على هاد القشواشه غادي يطبل وغادي يغيط، الإعلام ديال النظام الجزائري غادي يطبل وغادي يغيط. بطبيعة الحال كيف ما طبلوا الفيات 500 اللي جابوها مستعملة من إيطاليا وبداو كيقولوا لك كحل كحل يا المروكي، ها هما جابوا هاد القشواشه بهاد المهزله اللي كتشوفوا، بهاد الفضيحه اللي كتشوفوا. في الأخير البوصباعي غادي يقول لك كحل كحل يا المروكي، شوفي راه صنعنا قشواشه، راه صنعنا قشواشه عباد الله. لا حول ولا قسما بالله الا التعبير ما كيبقاش عندي من كثر هاد الفضائح اللي كاين في حضاره الجزائر. التعبير ما كيبقاش عندي، التعبير باش نعبر على هذا الشيء ما كيبقاش. فكما تشاهدون متابعينا الكرام، مبروك على حضاره الجزائر هاد القشواشه. قال لك اول سيارات يتم تصنيعها في حضاره الجزائر. لكم التعليق متابعينا الكرام على هذه الكارثه والمهزله. الى فيديو قادم اراكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.